فاكرين لما الشيخ محمد أبو بكر طلع وشتم ميار الببلاوي وقال عنها إن جوزها لو وافق يرجعها لذمته بعد ما طلقها 11 مرة يبقى ده زنا وحرام شرعا؟ أهو المحكمة حكمت عليه بالحبس والغرامة وحكمت عليها هي كمان. فتعالوا معايا أعرفكم تفاصيل حكم المحكمة ضدهم هما الاتنين من خلال الفيديو ده. من كام شهر فاتوا طلعت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي واتكلمت عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بالرجالة اللي اتجوزتهم. قالت ساعتها إنها بتحب جوزها بس مشكلته الكبيرة إنه بيتعصب بسرعة وبيطلقها لدرجة إنه رمى عليها اليمين أكتر من 11 مرة، وفي كل مرة كانت بترجع له عشان مش بتقدر تستغنى عنه. ساعتها الكلام ده استفز الشيخ محمد أبو بكر اللي طلع في برنامج من البرامج ونزل شتيمة في ميار الببلاوي. قال إن اللي عملته ده اسمه زنا ولا يجوز شرعاً، وطبعاً الكلام ده زعلها جداً وخلاها تطلع تعيط وقلبت الدنيا وشتمت الشيخ أبو بكر هي كمان، وراحت بعد كده رفعت عليه قضية سب وقصف وطلبت تعويض 5 مليون جنيه. أما الشيخ هو كمان رفع ضدها قضية سب وقذف والاتنين كملوا في المحاكم لحد ما صدر الحكم في القضية خلال الساعات الأخيرة. المحكمة أصدرت حكمها ضد الإعلامية ميار الببلاوي إنها تدفع غرامة 20,000 جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ اللي خارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن كانت المفاجأة الكبيرة إن المحكمة حكمت بحبس الشيخ محمد أبو بكر بالحبس 2 شهر وكمان تغريمه 50,000 جنيه. وقدم محامي ميار الببلاوي حافظة مستندات لهيئة المحكمة الاقتصادية وكمان فيديوهات بتؤكد إن الشيخ محمد أبو بكر شتم موكلته ميار الببلاوي على السوشيال ميديا واتهمها بالزنا في مقطع فيديو مسجل على حسابه الشخصي في منصة الفيسبوك، وقال عنها كلام كمان فيه غلط في شرفها وعرضها وخدش سمعة أسرتها، وتعدى كمان على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري. كان متعمد كمان إزعاج ومضايقة ميار الببلاوي. ووضح الحكم إن ميار الببلاوي شتمت الشيخ محمد أبو بكر عن طريق العلنية ونشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كمان وجهت ليه كلام خادش وغلطت في حقه وتعمدت كمان إزعاجه ومضايقته، وعشان كده اتحكم عليها ب20,000 جنيه. ميار الببلاوي كانت ضربت في العالي وطلبت تعويض قيمته 5 مليون جنيه، وده بسبب غلط الشيخ محمد أبو بكر فيها، وده طبعاً رقم خيالي. لكن بعد الحكم ده ما صدر علقت ميار الببلاوي عليه وقالت: اللهم لك الحمد، نصرني ورجع كرامة ابني. الحكم العدل 2 شهر حبس و20,000 جنيه غرامة اللي هيفتح بقى عليا بحرف في قضاء مصر العادل. شكرا يا رب. وفي النهاية تفتكروا إيه هو تعليقكم بقى على حبس الشيخ محمد أبو بكر بسبب ميار الببلاوي؟ وهل ممكن يسعى للتصالح معاها؟ اكتبوا لنا بقى رأيكم في التعليقات.